والتجارة بإقليم حسيمة. في البداية كنشكر مجموعة ديال الشركاء ديالنا في الإقليم اللي ساهموا في هذا اللقاء اللي هو في حق لقاء فريد من نوعه في هذه المنطقة، وهو اعتبرنا حنا الملتقى الأول. وكنتمنى الله إن شاء الله يوفقنا أننا نديروا ملتقيات كثيرة وتكون أكثر تطورا، أكثر تنظيما، وأكثر حجبا من ناحية الحضور ومن ناحية ديال العروض المقدمة. الأساس من هذا اليوم الدراسي هو الوقوف على الواقع ديال قطاع الصناعة الغذائية في الجهة، وكذلك معرفة آلية التمويل المتوفرة والمخططات، سواء المخططات ديال المغرب الأخضر أو المخطط ديال المغرب البحري أو اليوتوس. وكذلك الدور اللي كتلعبوا التعاونيات الفلاحية في هذا الإطار. هنا كنشد على يدهم، لأن بقى سبق لي أنني هذه واحد اليومين حضرت عرض لقاء نظموا مكتبة التنمية التعاون مع التعاونيات المنتجة في الإقليم، وبين لي أن يعني مجموعة ديال التعاونيات خاصة التعاونيات النسائية كتقوم بواحد الدور كبير، وهي محتاجة نوع من التأطير والدعم. وبنشير بأنه يمكن في القريب، في أيام الشهور أو الأيام القليلة القادمة، غيصدر القانون المنظم للتعاونيات غادي يعطيهم صفة شبه مقاولات. هنا كيكون الدور ديالنا أننا ننقلوا هذه المقاولات، هذه التعاونيات، من الفكر التعاوني الاعتمادي الاتكالي إلى الفكر المقاولاتي اللي كيشغل وكيخلق وكيدر واحد فائض قيمة بالنسبة للإقليم. الواقع ديال الصناعة الغذائية في الإقليم كما شرط لي في العرض ديالي أنه واقع يعني ضعيف جدا. كان اساسي اننا نشرحوا الواقع في الجهه باش نعرفوا فين كاين الخلل وكيفاش يمكننا نتصداو ليه. كنتمنى ان التوصيات اللي يمكن يخرج بها هذا اللقاء هو التوصيات المتعلقه وتكون متعلقه بكيفيه النهوض بهذا القطاع في هذه الجهه، باعتبار ان المشغل الاساسي للشباب هو قطاع الصناعه. واعتبر ان المنطقه الجهه ديال حسيمه تازال حسيمه تونات هي ذاخره بالموارد البشريه، ذاخره بالموارد الطبيعيه. ما يخص هو التثمين ديالها، ولهذه الصناعات الغذائيه يجب ان تهتم بتثمين المنتوجات المحليه. وكيبان لي ان من بين المنتوجات الاساسيه هو هذا المخطط المتعلق المخطط البحري المتعلق بتنمية الأحياء البحرية ومخطط طموح. وانا المنطقة كتسخر مجموعة ديال الشواطئ اللي يمكن يعني تحتضن هذا النوع ديال المقاولات. كذلك خاصة بالنسبة إلى زراعة ديال اللوز وديال الكرموس وديال الكبار، باعتبار من المنطقة كتصدر على الصعيد الوطني. المطلوب الآن هو المرور من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة التصنيع اللي باش يعطي واحد القيمه مضافه. وهذا كله كيتمشى حسب مخططات التوجيهات الملكيه الساميه وحسب المخططات الحكوميه اللي في حقيقه على مستوى البنيه التحتيه على مستوى الاقليم وفرت بنيه تحتيه قادره على استيعاب الوحدات الصناعيه. اللي مطلوب الان هو تحفيز المستثمرين وتعريف المستثمرين بالمنطقه ديالنا والقدرات ديالهم والمؤهلات ديالنا اجل النهوض بهذه المنطقه. الوزاره لديها تربطها علاقه بالوكاله الوطنيه للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطه، وهذه الوكاله كتقوم بواحد المجهود انها تقدم مجموعه ديال البرامج، منهم برامج تقديم منح المقاولات الرائده، من بينهم دعم المقاولات اللي كتبغي تطور النمو ديالها والاداء التسييري ديالها. والان كنظن ان قريبا ان شاء الله تكون واحد المجموعه ديال البرامج بالنسبه للمقاولات الصغيره جدا، باعتبار الاقليم في حقها يزخر يعني بمقاولات صغيره، وان هناك طاقه شابه وطاقه مقاولاتيه ان شاء الله غتكون بارزه. ومع تواجد الاقليم في هذه المده المحدده ضئيله جدا تبين لي ان هناك يعني مجموعه من الشباب المنطقه، سواء اللي كانوا في الخارج او سواء الشباب الذين درسوا في معاهد سواء في مدن اخرى او في المنطقه، عندهم برامج طموحه كيحاولوا يبدعوا في اطار تقديم عروض تتماشى مع حاجيات المنطقه وتطويرها. يعني كما كنقولوا ان الوزاره الان منكبه على اساس تنزيل الجهوي المخطط الصناعي. كنظن منطقه الحسيمه سيكون لها حظ، باعتبار انها ستستفيد من برامج الوزاره، وهذا شيء اكيد. لان نحن نشتغل مع شركائنا
مع السلطة المحلية، مع السيد الوالي، مع المنتخبين، مع الغرفة الصناعة والتجارة، مع مجموعة ديال المصالح الخارجية، من أجل الدفع وجذب وجعل المنطقة والجهة ديالنا يعني وجهة للمستثمرين. وكنتمنى أن الله يوفقنا في هذا العمل اللي كنقوموا به، وشكرا.